السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي قناة في بيتي. اليوم راح نعمل معكم روتين صباحي مليء بالطاقة والحماس والحيوية لحبيباتي المحبين الروتينات. هنا بديت مع الصباح يعني كأي امرأة في البيت بعد كل فطور الصباح ريحت شوية وبعد ذلك قمت ببعض الأعمال المنزلية. أول شي بديت نمسح أنا الطبي تاعي بهاد المساحة اليدوية. راح ننقيها كامل من فوتات اي الخبز او اي شيء كان عليها كما راكم تلاحظوا. هنا راني كامل نمسحها كامل، نقي الطابي ديالي. وبعد ذلك عندي طابله تاع الصالون كذلك راح نمسحها كما راكم تلاحظوا هنا بشويه تاع لونجات فقط، فوت عليها كما هك باش ما تبقاش فيها مام هذاك الاطراس البقايا يعني تاع اليدين. نقيها كامل. بعد ذلك نقي كامل هاد المفارش نتاعي، نعاود نسقمهم ونعدلهم يعني كما راكم تلاحظوا هنا. وهاد المخدات كامل نعدلهم مليح. يعني صالوني جد متواضع، يعني مازال ما غيرت فيه ولا شيء. يعني كأي يوم نوض كامل نعدل هذوك المفارش كامل. وبعد ذلك نتوجه نسيق يعني الاماكن فقط اللي رانا نمشو عليها اللي ما فيهاش يعني الطبي ولا المفارش، هذوك كامل نعاود نسيقها. يعني هذا تاع كل يوم، يعني مرة على مرة نجبد الطبي ماشي كل يوم. نحاول نسيق الارضيات كامل، صالون الشنابر الكولوار يعني كامل. وبعد ذلك راح نتوجه للحمام ديالي بعد ما نقي كامل الشمبرة والصالون. راح نرتب كامل مرة على مرة نمسح هاد يعني الحامل اللي خاص بمواد التنظيف او الشامبو او البري شامبو الصابون كلش يعني ولا كريمات. نحاول نغسلهم مرة على مرة، نقي داك الحامل كلش يعني ونعاود نرتبهم من جديد كما راكم تلاحظوا هنا. وبعد ذلك عندي هذا الطاولات الخاصة بالأحذية، يعني حتى هي مرة على مرة نغسلها، ننزع داك الغبار منها كامل. يعني هذه ماهيش يعني بالغطاء ديالها، فلذلك يعني مرة على مرة تغبر لي، فلذلك مرة على مرة هكا نغسلها كما راكم تلاحظوا هنا البنات. ندخلها هكا للصلدوبة ونسيح عليها الماء، ومن بعد نحكم قطعة تاع القماش ونمسحها بها مليح. وهنا كذلك راني نمسح الغسالة ديالي، لخاطر كانت عندي شويه غسيل تاع شويه غسيل يعني تاع الحوايج، يعني ما كاش صورته معاكم، غسلت غير شويه فقط. وكذلك نحاول نهويها هكا يعني باه ما تبقاش فيها هذيك الريحه هكا ما فيها تاع الصابون وكلش. وبعد ذلك نتوجه للمطبخ ديالي. هنا راح نحضر لوبيا مرقة حمراء يعني كما راكم تلاحظوا. هنا راني بديت نقطع البصلة ديالي بشويه بشويه هنا كما راكم تلاحظوا. يعني راح نبدا نوجد يعني التتبيله ديالي تاع اللوبيا. انا قطعت البصله وسكرفجت طوماطيش كذلك، والثوم راني هرستو. راح نبدا نضيف التوابل بالتدريج، يعني راح نضع كلش كما راكم تلاحظوا هنا. وبعد ذلك نختار عند يعني النار وراح نبدا نقليها. نضيف لها فقط القليل من الزيت وشويه تاع الماء
باه ما تحرقش نقليها، وبعد ذلك بعد نتقلى مليح راح نضيف الماء عليها الساخن وراح نضيف اللوبيا ديالي ونغلق عليها ونكمل شغالي الاخرى، يعني نكمل بعض الشغلات الاخرى في المطبخ. كما راكم تلاحظوا هنا راني كان عندي شويه يعني الكرموس المجفف، الزوج ديالي يحب ياكلو، يعني جابه لي قال لي ديريه في الزيت، يحب ياكلو في الشتا كيما هكا، فلذلك نحب يعني غسلت هاد البلاره وحبيت يعني نبدا نقعها هكا في الزيت، فلذلك بديت نحطها هنا كما راكم تلاحظوا. بديت يعني نضع هاد الكرموس ديالي في العلبه الزجاجيه، ومن بعد راح نضيف عليه الزيت، وفي الصباح يعني ناكلوه مع الصباح، يعني مليح في الشتاء سورتو يعني اللي عندهم صدر، يعني عندهم السعلة بزاف، راح ينفعهم مع هاد البرد. راح نضيف عليه الزيت كما راكم تلاحظوا. يعني راح يتشرب هذا الزيت ويتنقع فيه مليح، وبعد ذلك راح نرحي شويه تاع القهوه، مره على مره نرحي شويه بشويه فقط، كل ما يعني نشوفها قريب يعني تخلص راح نكمل الكميه تاع القهوه نعاود نرحيها. بهاد يعني الرحيوه الصغيره يعني مليحه، يعني عجبتني بزاف. والرحيوة الأخرى الكهربائية خليتها فقط لزبيس، كانت عندي رحيوة أخرى تاع القهوة ولكن أنا عملتها غير نرحي بها لزبيس، وهذه راح نديرها غير للقهوة فقط. كما راكم تلاحظوا هنا كيف ترحيلي. وهنا عندي كانت عندي الحميصة، شريت كذلك الحميصة فحبيت يعني هكا نقعها في الماء نفخها يعني باه نصيبها واجدة. نضع هاد الكمية ونحط في يعني نضعها في الماء ونخليها ترتاح مليح حتى نشوفها يعني تنفخت مليح في الماء، نوجدها ونوضعها كذلك في الكونجيلاتور. وهنا الزوج ديالي كان شرى حبات تاع البيض تاع الدجاج العربي، يعني ماشي تاع الدجاج الرومي يعني الزوج ديالي يحب هاد البيض فلذلك شرى حبات يعني، ودعتهم في هاد المنظم. وكذلك هنا عندي شريت علبة تاع الهريسة، كذلك نحاول نفرغها كامل قبل ما نبداو نستعملوها، نفرغها كامل في هاد البلارة يعني زجاجية. باه يعني ما تخمجليش حاجاكم يعني ولا تتهوى وتخسر فيسع، فلذلك نحاول نضعها هكا في البلارة. وراح نضيف عليها شوية تاع زيت الزيتون كما راكم تلاحظوا هنا البنات، راح يعطيها طعم يعني ما شاء الله، يحافظ عليها مام في نفس الوقت. وانا كذلك راح نضع السكر ديالي في البلارة بعد ما خلص لي، يعني بقى لي غير شوية، فلذلك حبيت نفرغ هذه الكمية الاخرى ونضعها كذلك في هذه البلارة. يعني هذه بعض الأعمال اللي راح نقوم فيها، يعني يعني فيما يراه يوجد الغداء ديالي راني نقوم في بعض الأعمال الأخرى في المطبخ.
وهنا كذلك عندي الزيتون الأخضر، كان عندي شريط زيتون أخضر. نحاول كذلك نضعه في هذا يعني العلبة هذه الزجاجية كذلك الخاصة بالثلاجة، يعني البورتمونجي. وهنا المشمش المجفف كذلك وضعته في هذه العلبة البلاستيكية. يعني هكذا ننظم كامل الحوايج باه ما نخليهمش كامل في يعني الساشيات ديالهم، فلذلك نحاول ننظمهم. وهنا كان زوج ديالي جاب لي البارح يعني جلبانه، فلذلك حاولت اني نقيها كذلك ما نخليهاش ونخبيها هكذا ديريكتومون في الثلاجه، نضعها في علبه او في يعني الساشي اللي خاصه بالثلاجه. نحاول نقيها كامل. راح نكمل نقي كامل هاد الجلبانة. يعني كي نجي راح نصيبها واجدة، يعني ما نبقاش غير نقي. وهنا بعد ذلك حبيباتي نتوجه نفرغ كذلك هاد العلب اللي خاصين بليزي بيس كامل، نضعهم في هاد يعني نفرغهم في هاد يعني الصحون. وبعد ذلك نتوجه نغسل الاواني اللي خاصين يعني بالطبخ اللي كامل طيبت بهم للغدا. وكذلك هذوك العلب البلاستيكيه اللي خاصين بليزي بيس كذلك نحاول نغسلهم يعني مره على مره، نقيهم هكذا باه ما يبقاوليش يعني مسخين. يعني في كل يوم نفوت عليهم نمسحهم شويه بطرشونه هكا تكون مشمخه شويه، ومره على مره نجبدهم نعاود نغسلهم باه يبقوا نقيين. ونغسل كامل هذوك الاواني اللي خاب يعني اللي وجدت بهم الغداء باه ما يجيونونيش. او كذلك ما تبقاليش الكوزينه يعني كامل راه بلماعن مشرجيه. نحاول نغسلهم مليح كيما راكم تلاحظوا، نقيهم مليح. هذا الفيديو حبيت نحفز به البنات يعني باه يتشجعوا مرة على مرة ينقيوا، مرة على مرة كل مرة يديروا حاجة، يعني ماشي بالضرورة يديروا كلش في خطرة واحدة. يعني مرة على مرة كل مرة يديروا ينقيوا حاجة في المطبخ، مثلا في الشمبرات ديالهم، في الصالون، في الحمام، هكذا يربحوا الراحة نتاعهم النفسية وكذلك الجسمية. وهنا كذلك البنات نغسل هاد الحامل كما راكم تلاحظوا راني نغسله مليح، من بعد راح نفوت عليه طرشونة تكون مشمخة شوية. بعد ما كملت هذيك الاشغال نروح نحضر الكيك، عفوا نروح نحضر الحلوى نتاعي. هنا راح ندير حلوى القهوة تاع العشية، قهوة العصر. حنا الجزائريين معروفين بهذه القهوة، دائما لازم في العشية كاينه قهوة. نحضر هاد الحلوى. هنا راح نحضر حلوى تاع هاد الحلوى تاع قاع راحت لي الاسم ديالها يا الهي.
حلوى البتي فور، عفوا حلوى بتي فور بالزيت، هذه اقتصادية. الوصفة الأصلية تكون بالزبدة، ولكن الاقتصادية تكون بالزيت، مرة على مرة نعملوها. فلذلك هنا راكم تشوفوا تلاحظوا راني نحضر فيها باش نشربوا بها القهوة تاع العشية، ومام الفطور تاع الصباح، قهوة تاع الصباح. هنا راني نعطيكم في القوام ديالها. اذا حبيتوا البنات نوضع لكم الوصفه اللي راكم حابين، الوصفه تاع البتي فور، قولوا لي يعني في التعليقات، راح نوضع لكم الوصفه بالتفصيل. هنا راني نحضر في المول ديالي كذلك، وبعد ما وضعت الحلوى تاعي راح يعني طيب، بديت هنا نشفوا لي هذوك العلب، وكذلك هاد البلاره او البوبنيير يعني اللي خاصه بالحلوى. وضعت فيها السكر الاسمر هذا للقهوه او الاتاي، وكذلك بعد ما نشفوا لي كامل هاد العلب خليتهم يقطروا مليح، راح نعاود نوضع فيها لي زيبيس اللي كان فيهم واللي كانوا فارغين، راح نعاود يعني نعمرهم من جديد. يعني فيما راح توجد لي الحلوى راح انا نكمل نوجد هادو. يعني كان يوم مليء بالحماس يعني والطاقة والحيوية وبالنشاط كذلك. أنا يعني بعد ما وجدت الحلوى ديالي وبردت مليح ولصقتها بالمربى، راني هنا ذوبت الشوكولا ونحاول نغمس هذاك يعني المقدمة نتاعها اللي يعني الرأس تاعها، نحاول نغمسه مليح في الشوكولا وندعو ينشف مليح. راح نواصل بهذه الطريقة، نكملهم كامل وإن شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو البنات الشكل النهائي للبتي فور نتاعي. ان شاء الله يا رب يعجبكم. اذا حبيتوا الوصفه نوضحها لكم باذن الله يعني بعد هذا الفيديو. اذا حبيتوا يعني خليوا لي في التعليقات. وكانت هذه نهايه الفيديو نتاعنا، حلوه سهله ان شاء الله يا رب يجعل ايامكم كلها حلوه يا رب باذن الله. والبنات اللي مازال مشتركتش في القناه نتمنى تشترك، واللي راه مشتركه تفعل الجرس حتى يصلها كل جديد باذن الله. ويعني واذا حبيتوا اي اشياء اخرى يعني نعملها لكم خليوا لي في التعليقات. ومبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.